يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن مسلسل دي ايجنسي بدون حرق، وهو مسلسل مكون من 10 حلقات. قبل اي حاجه اللي شدني ان اتفرج على المسلسل ده هم ابطاله، يعني احنا بنتكلم عن مايكل فاسبندر وجيفري وايت وكاثرين واترسون، ودي اسامي تقيله، فلما الاقيهم في مسلسل جاسوسيه يبقى انا لازم هتفرج. قصه مسلسلنا باختصار وبدون حرق بتحكي عن فرع السي اي اي اللي موجود في انجلترا، واللي بيشتغل فيه مارشن، واللي كان مزروع كجاسوس في اثيوبيا، ومهمته خلصت فرجع يشتغل في مبنى السي اي اي. واللي الاحداث بعد كده هتكشف لنا كم المؤامرات والخطط اللي بتحصل وبتطلع من المبنى ده. المسلسل في اوله يمكن رتمه بطيء شويه، وممكن انت تقول لا مش ده طيب مسلسلات الجاسوسيه اللي انا احب اتفرج عليه، بس اصبر عليه هتلاقي فجاه الاحداث بتتصارع ووتيرتها بتعلى جدا لحد ما هتكتشف ان ده مسلسل الجاسوسيه المثالي. واللي بالمناسبه ده رايي الشخصي، يعني في ناس ما عجبهاش المسلسل اصلا. اما على مستوى الاداء التمثيلي فتقريبا كل عناصر المسلسل مقدمه اداءات محترمه جدا، وخصوصا مايكل فاسبندر. وقبل ما اقول لك انا ليه بقول على المسلسل ده هو مسلسل الجاسوسيه المثالي، فانت لازم تعرف ان السي اي اي هي المختصه باي حاجه بتحصل خارج الاراضي الامريكيه، يعني هي حشره مناخيرها تقريبا في كل حاجه بتحصل على الكوكب، وده اللي المسلسل بيقدمه. يعني المسلسل هيكون متشابك مع احداث احنا بنعيشها دلوقتي، زي الحرب في السودان والدعم السريع، والحرب الروسيه الاوكرانيه، والصراع بين الصين وامريكا، وايران والنووي. كل دي خطوط هتتشابك اثناء المسلسل، وتشابك هيخدم احداثنا والخط الدرامي اللي احنا ماشيين فيه. فعشان كده انا قلت عليه ان ده مسلسل الجاسوسيه البيرفكت. بس لازم برضو الامريكان يحطوا الحته بتاعتهم دي، وان هم متفوقين عسكريا على روسيا والشغل ده، بس الحقيقه كله فضل الخط الدرامي، يعني مش فريق. وتقييمي لمسلسل دي ايجنسي هو 7 من 10. مسلسل لطيف وريكومندد، بس كونه يعجبك او لا دي حاجه الصراحه ما اقدرش اضمنه. بس كده، سلام عليكم.